هقول لك كلمة السر عشان تكون ناجح. كلمة السر: استمر. لو عايز تنجح اعمل حاجة بسيطة بس لفترة كبيرة. قليل دائم خير من كثير منقطع. طريق النجاح طويل ومليان وقعات ومحتاج راجل، يا اما ست ب100 راجل. دكتور حازم شومان ربنا يجازيه خير، كنت بتفرج له على فيديو من فتره كان بيتكلم فيه عن النجاح في الالتزام، وقال مثال جميل جدا عجبني. انا هقوله لكم دلوقتي بس انا هتكلم او هطبقه على النجاح بشكل عام. قال النجاح عباره عن شاطئ وانت بتغرق او بتعوم في بحر الدنيا، فكل اللي بيعمله الناس اللي بيحبوك والناس القريبين منك ان هي بترمي لك عوامه. العوامه دي ممكن تبقى نصيحه، ممكن تبقى فيديو يحفزك، والعوامه دي او طوق النجاه ده انت بتمسك فيه وهو بيشدك يطلعك على شط النجاح. مش دي النهايه، دي بدايه النجاح. انا دلوقتي طلعتك على الشط بتاع الناجحين، جا دورك انت بقى، جا دورك ان انت تشتغل على نفسك وتبني مكان او بيت تسكن فيه عشان يكون ده بيت نجاحك، يكون ده مكانتك في المجتمع. لازم في اللحظه دي تشتغل على نفسك بكل طاقتك عشان بيتك يكون احسن. عمر ما هيبقى معاك فلوس وشقق وعربيات وفلل اللي انت بتحلم بيهم وانت قاعد ما بتشتغلش على نفسك. مش هينفع نقارن اتنين، واحد ذاكر واشتغل على نفسه وسهر وتعب، بواحد تاني نايم في البيت والاتنين ينفع يجيبوا امتياز. ما ينفعش تزرع فجل وتحصد تفاح. مفيش حاجه ملهاش تمن، لازم تتعب عشان تلاقي. انت يا بتطلع قدام يا بترجع لورا، مفيش حاجه اصلا اسمها واقف في النص. واقف في النص ده يبقى انت بترجع لورا بس انت مش حاسس. اقرا وارتقي، ارتقي عقليا وارتقي نفسيا، لان القرايه هتريحك نفسيا، هتخليك لما تقعد وسط ناس تبقى فاهم وتتكلم معاهم، عارف هم بيقولوا ايه وهم فاهمينك وحابين يقعدوا معاك عشان يستفيدوا منك. اقرا عشان تنجح، وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ بفيديو يحفزك. سلام عليكم.